صباح الخير سيدي منير، وراك مقهوي اخويا؟ صباح الخير سيدي عادل. اخويا مقهوي. هيا جاي بغيت شي نكيتات عاوتاني، باي ليا تتقلب عليا. ويا اخويا منير طالع ليا الدم، قلت نجي نشوفك هنايا تعاود لينا شي نكيتات. قال لك السي عادل واحد المراه كبيره وما عندها السنان، معيده السنان كامل، داكشي ديال 96 عام 100 عام. واخويا تتركب للطوبيس وتجي معاها كاوكاو. ايوا تدخل تتقول لمول الطوبيس هكا ولدي كل هاد الكاوكاو. هو صاحبنا تيشد الكاوكاو تياكل. ونهار الاول نهار الثاني نهار الثالث كحمات هذاك مول الطوبيس بكاوكاو. وقول لها الوالده، قالت لي نعم. قال لها دابا انت تجيبي هاد الكاوكاو حيت ما تاكليش، علاش تشري وتجيبيه ليا؟ قالت لي لا وليد انا ما تنشريش ونجيبو لك، انا تنشري هذاك الشوكولات اللي فيه كاوكاو، انا تنمص الشوكولات وتيبقى كاوكاو ما تنقدرش نغزو تنجمعو نجيبو لوليدي. وراني وعراد. داسوني راه خصني نجلس، خصني نريح لا نمشي نطيح ولا شي حاجه. الله يعاودك سيدي عادي، راك في القلب اخويا والجمهور. ما عندي ما نسالك، بعدا راك جلستي ها. ايوا واش غدير اخويا؟ اسمع عاد النكته عاوتاني اسمع. قال لك اسيدي واحد خينا تزوج واحد المراه، وديما هي دايره المكياج، مع عمرها حيدت المكياج. المهم الصباح فاش داروا العرس الصباح فاقوا تيلقى المراه بلا مكياج، وهي فرحانه وتضحك وتيشوف فيها وهي تضحك. ويقول لها مالكي؟ قالت لي غير قول لي اش درتي الله سبحانه وتعالى تعطاك مراه بحالي. بقى تيشوف، قال اش نقول لك، كنت ما تنصومش رمضان في صغري. اسمع سيدي عادل هادي عاوتاني اسمع. قال لك واحد السيد مسكين ناط ليه شي حبوبه في يديه، والمهم فاش داو السبيطار قطعوها عليه. ايوا المهم السيد فاش خرج ما بغاش يتعايش مع ديك اليد اللي مقطوعه، قال غنتحر. هو يطلع لواحد العماره كبيره، هذيك التلاوح اللي بغا يتلاح من السطح، ويبان ليه واحد السيد تيشطح ومقطوعين ليه جوج يدين. بقى تيشوف وقال شوف صاحبي دابا هذا مسكين مقطعين ليه جوج يدين وتيشطح، وانايا اللي مقطوع عليا غير يد بغيت ننتحر. هو ينزل مشى عند السيد هو يبوسو، وقال السيد ما كنت تبوسني. قال لي درتي فيا الامال. قال لي هياك علاش؟ قال لي انت مقطوعين لك جوج يدين وتتشطح، وانا مقطوع عليا يد وبغيت ننتحر. قال لي اش تنشطح؟ راه بغيت نحك ظهري وما عرفتش. والله الا ضحكتني وليدي يا باموني، راه حق الله الا رديت لي النهار زوين. زيد اخويا الا باقي شي حاجه زيدها. واخا سيدي عادل واخا الخوت تنعتذر على هذوك النكيتات اللي دازو، راه ماشي ديما غادي يكونوا نكيتات واعرين، راه مرات تيكونوا نكيتات واعرين، مرات تيكونوا نكيتات ما تيضحكوش. المهم كل مره وشنو تيدير. المهم تنتمنى اليوم يكون عجبوكم هاد النكيتات هادو، الله يحفظكم ليا لا يخطيكم. قال لك اخويا عادل واحد السيد جا للدار البيضاء، والمهم هو يبان ليه جامع الحسن الثاني، هو يجي شافو كدا داكشي، مع كيفاش يا خويا هو يطلع الفوق. عرفتي السمعة تبارك الله، راه تمكلاسيه الثانيه ولا الثالثه في العالم في الطول ولا داكشي. المهم بدا تيشوف في الارض وتيبانوا ليه الناس صغيورين، هو يركز على واحد، بقى تيشوف واحد مزيان وبدا نزل مع ديك السمعة طق 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 توصل عند السيد. عاود بان ليه السيد طويل، هو يتعانق معاه بدا تيبوس فيه، ويقول السيد خويا تعرفني؟ فاش كان جيتي وتجربتي عليا وتتبوس فيا؟ قال لي راه ما عرفتيش، راه تنعرفك وانت صغير. كنت يبان لي من الفوق صغير. الله يحفظك ابو موني، الله يحفظك.